الكبوبة السوري بس بطريقة مصرية وطريقة مختلفة هتعجبكم جدًا، تعالوا شوفوا يالّا الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي الغاليين؟ طبعًا وحشينا كتير كتير. النهارده في رمضان هنعمل فطار خفيف وبسيط وجميل أوي وسهل أوي أوي جدًا جدًا. هتعملي إيه يا مشمشة؟ هاقول لكم هنعمل إيه، بس نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي كده بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفطارنا إيه الخفيف يا مشمشة اللي أنتِ بتقولي عليه. هاقول لكم، أنا معايا هنا برغل بس برغل ناعم، ومعايا هنا دقيق سمولينا اللي هو دقيق البقسماط السمولينا اللي بنعمل بيه البسبوسه ده، ومعايا هنا في حدود نص كيلو لحمه مفرومه، وميه مغليه مع شويه بهاراتنا الحلو ده. هتعملي ايه بكل ده؟ هنعمل النهارده احلى كوبيبه، احلى كوبيبه مشمشه هتعملها النهارده بطريقه جديده، طريقه مختلفه ان شاء الله هتعجبكم، وحصري عندي على مطبخ مشمشه. فطارنا الجميل هنسمي كده بالرحمن. معايا هنا كوبايه برغل، كوبايه برغل، بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه من البرغل، كوبايه من دقيق السمولينا او البقسماط. تمام. هنجيب معانا هنا كوبايه ونص ميه مغليه، كوبايه ونص ميه مغليه. هنسمي كده بالرحمن ونحاول ننزل كده بالراحه اهو، نقلب. نزلنا بالكوبايه ونص المغليه، الميه المغليه زي ما انتم شايفين اهو على الدقيق السمولينا والبقسماط والبرغل اهو، وهي سخنه كده هننزل معانا معلقه الملح. نحط شويه ملح كده، معلقه ملح عليهم اهو، ونقلب كويس. ونسيب نسيب كله كده زي ما انتم شايفين، ونغطيهم لمدة نص ساعة. هنغطيهم لمدة نص ساعة. نص ساعة وهرجع لكم تاني. بس قبل ما امشي كده هقول لكم هنعمل ايه باللحمة المفرومة. هنعمل نصها عصاج والنص التاني برضو هقول لكم هنعمل بيه ايه. خليكم معايا في الخطوات واحدة واحدة. حبايب قلبي، رجعت لكم تاني وقسمت اللحمة النص، نص كده ونص كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا طاسة وفيها زيت وحطها على النار، ومعاها شوية بصل. انا هعصج شوية عصاج كده حلوين كده. انا بعصج شويه تعصيجه كده صغيرين، عشان هقول لكم على طول بقى، مش هقعد كل شويه اقول لكم هنعمل ايه هنعمل ايه واشوقكم، لا، عشان هحطها في حشوه في قلب الكوبيبه اللي انا هعملها اهو كده. واجيب اللحمه وانزل باللحمه كده. اول ما تبدا ان هي تغير لونها كده زي ما انتم شايفين اهو، هنزل بشويه ملح صغيرين مش كتير، وهنزل كمان معايا بمعلقه فلفل اسمر صغيره، واقلب واسيبها بقى ايه تستوي. في الفيديو ده حبايب قلبي، رجعت لكم بعد نص ساعه وبعد ما عملنا العصاج وظبطنا حالنا. رجعت لكم عشان نشوف الحاجات الحلوه الجميله اللي احنا عاملينها. البرغل طبعا المره دي لازم هندعك بايدينا، يعني هنمسك كده ونعمل بايدينا. الباسكت بقى، شوف الباسكت بقى بتاعي واقفه قدامي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط بهاراتنا. عندي هنا بهاراتنا الجميله الحلوه كده، بودره بصل وبابريكا، شويه فلفل اسمر، كمان عندنا شويه كمون. هنعمل ايه بقى يا مشمشه؟ هنبدا بقى ايه بايدينا كده، نبدا ندخل المكونات دي كلها في بعضها، وشويه ميه دافيين كده مش كتير، مثلا ربع الكوبايه دي، ربع كوبايه دافيين. وافضل ان انا اعجن كده بيها. اهم حاجه نعجن كويس اهو، ابعد كده اهو، نعجن كويس.
بعد ما عجنتها كده كويس هنزل شويه لحمه كده مفرومه كده كمان تديها طعم كده حلو، حبه كده حلوين. بعد ما دمجنا كله كده في بعضه هننزل زي ما انتم شايفين كده بربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت اهو، ونبدا نرجع تاني ندمج كل حاجه كده ببعضها لغايه لما احس ان هي تبقى معايا زي العجينه كده، يعني زي العجينه. شايفين هي بتعمل ازاي اهو. زي ما انتم شايفين بعد ما عملناها كده ودمجنا كله في بعضه هناخد قطعه كده صغيره نبل الاول ايدينا زيت، نبل ايدينا زيت او ميه براحتك يعني، وتبع الحجم اللي انت عايزه فيه الكوبيبه. انت عايزه حجم الكوبيبه هتكبريها صغيره. شوفي نعمل كده بايدينا كده ونحاول ان احنا نفتح الكوبيبه اهي، وناخد عصاج من اللي احنا عاملينه ونحشيها كده. الحشو ده بقى تبعك، يعني ايه الحشو ده تبعك؟ تبع الحجم بقى اللي انت عايزاه، عايزاها صغيره كده زي ما انا عاملاها صغيره، حابه تكبريها كبريها، ده حاجه ترجع لك اهو. اهي اهيت هحطها وابدا اعمل بقيه الكميه زي ما قلت لك. هنبل ايدينا ونبدا نعمل الكميه بتاعتنا اللي معانا. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين خلصت خلاص الكميه معاك اهو. هنبدا كده نسمي بالرحمن ونبدا ننزل كده نحمر في الزيت. لو حابه اي حشوه انت بتحبيها ممكن تحطيها عادي، اي حشوه حباها ممكن تحطيها غير العصاج عادي يعني، ممكن جبن ممكن خضروات اي حاجه من ديت ممكن تنفع خالص يعني. هنسمي كده كده بالرحمن ونبدا تحمير كده. بسم الله. اكله خفيفه كده في رمضان كده ولذيذه كمان. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهوت الكفته شكلها احمرت ولونها بقى ذهبي جميل اهو، حلوه قوي. هبدا ان انا اطلعها. اهي شايفين الحلاوه بجد بجد، شكلها تحفه بجد. واللون كمان شايفين اللون كده كهرماني جميل كده. هنطلع الكفته بقى على الشكل ده ونبدا بقى بعد ما نخلص تحمير كله نبدا ان شاء الله كده نغرف ان شاء الله فطارنا، واوريكم ان شاء الله سفرتنا الجميله هنزوقها ازاي. يلا حبايب قلبي الغاليين، خلاص خلصنا الكوبيبه بتاعتنا، احلى كوبيبه شامي عملناها النهارده في مطبخ مشمشه مع العائله. طريقه جميله، طريقه خفيفه، طريقه سهله هتعجبكم جدا. عملنا جنبها شويه رز بسمتي كده جمال، اللي حابب الرز البسمتي يعمل، اللي حابب مكرونه رز بشعريه متاح جدا اللي انت تحبيه تعمليه، مع شويه توميه. والتوميه هتنزل لكم اللينك بتاعها، انا كنت نزلتها قبل كده. الطريقه بتاعتي برده بطريقه جميله خفيفه وسهله هتعجبكم جدا. حبايب قلبي خلاص خلصت النهارده فطاري زي ما انتم شايفين كده، ونبدا بقى ان شاء الله لسه حاجات بسيطه على المغرب باذن واحد احد على الفطار. احب بقى اقول لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا باذن واحد احد، في رعايه الله وحفظه. حبايب قلبي مع السلامه.